السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع تطبيق جديد هو اسمه ماي كاشيري. التطبيق ده مساحته 8 ميجا واتنين من عشرة، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالالعاب واستطلاعات الرأي. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحمل العاب وتلعبها من خلال الالعاب دي. او الالعاب دي انت بتقدر تعرفها من خلال التطبيق. التطبيق بيقول لك حمل الالعاب الفلانيه، تحملها، جرب الالعاب، قول رايك في الالعاب. اللعبه نظامها ايه، اللعبه سهله، اللعبه صعبه، اللعبه تنفع لسن قد ايه، اللعبه ممله، اللعبه شيقه، اللعبه فيها مراحل متقدمه، بتزداد صعوبه لما حد بيلعب في البدايه. كذلك الامر استطلاعات راي في حاجات كتيره. تقدر تقول رأيك في أي حاجة هي بتتعرض عليك. بتقدر من خلال الموضوع ده إن أنت تحقق دخل إضافي وتحقق فلوس تجيلك على الحساب بتاعك. تقدر تحقق ممكن في اليوم الواحد تقدر تحقق حوالي 20 دولار وممكن أكتر من كده. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق، إن هو بيخليك تكسب فلوس من خلال الموبايل بتاعك وخلال الإنترنت وأنت قاعد في بيتك بدون تعب وبدون مجهود وبدون أي حاجة. بالنسبة لعيوب التطبيق، التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر اصلا شرح للتطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو شفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو اللي موجود على القناة بعد نزوله بفترة طويلة ب10 شهور، بسنة، بأكتر من سنة، وحمل التطبيق واكتشف فيه ميزة أو عيب مختلفة، يكتب الحاجة اللي اكتشفها، سواء الحاجة الإيجابية أو السلبية، واحنا هنثبت التعليق بتاعك علشان كمساعدة منك لأي شخص تاني حابب ان هو يحمل التطبيق ويشتغل عليه. اما لو انت مش حابب تعمل كده فانت ممكن، او وشفت الفيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله، فانت ممكن تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، علشان هو موجود على القناه من زمان وانا خايف ان انا احمل التطبيق وانا انزل لك شرح مبسط للتطبيق ومفصل فيه كل المميزات، العيوب، ازاي التطبيق بيشتغل، ازاي بتشترك، ازاي بتلغي الاشتراك. كل الحاجات دي هقدر انزلها لك في فيديو مخصوص ليك. الكلام ده انا بقوله ليه؟ علشان في بعض الناس بلاقيها كاتبالي تعليقات على فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، سنه ويمكن اكتر من سنه، ولاقيها بتقول لي انت، احنا بعد ما حملنا التطبيق لقينا في حاجات مختلفه عن اللي انت قايلها، سواء الحاجات دي ايجابيه او الحاجات دي سلبيه. ده ببساطه لان انت حملت التطبيق بعد نزوله بفتره طويله. اما لو انت حملت التطبيق بعد نزول الفيديو بيوم، يومين، اسبوع، شهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها سواء الايجابيه او السلبيه هي اللي موجوده في التطبيق. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.